تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19/25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. قدمه السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ التدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة، ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة. ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لا سيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة. القانون المتعلق واللي تكلمتي عليه المتعلق بالحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار ديالها، اتفق معك. المعادلة هي أنه كيفاش نحققوا المعادلة ديال ما بين حماية المواطنين وكذا والسلامة وهذا، وما بين أن هذه الحيوانات هي لقاو لها واحد الظروف ديال الرعاية. طبعا غادي تكون كيف ما تقدمتي في السؤال ديالك واحد المجموعة المراكز في إطار المقتضيات القانون المتعلق قانون التنظيم المتعلق بالجماعات الترابية، وما كاينش دابا الآن اللي كاين هو كاين القانون سوف يتم عرضه في البرلمان، ثم بعد ذلك سيكون المجال لتقديم معطيات أوفى حول هذا الموضوع.